يوسف كان ماشي في الشارع كعادته، يبص حواليه يشوف كل حاجة بتحصل، بس عمره ما سأل نفسه أنا ليا دور في كل ده. قابل معلمته فسألته سؤال بسيط: تحب المكان اللي عايش فيه يفضل جميل ونظيف ولا يتغير للأسوأ؟ ساعتها بدأ يفكر، هو فعلا كل واحد فينا ليه مسؤولية. المسؤولية يعني نحافظ على الحاجات اللي حوالينا: المياه، الأرض، الشارع، المدرسة. دي مش ملك حد لوحده، دي بتاعتنا كلنا. يوسف شاف صنبور مفتوح والمياه بتضيع، وقف لحظة وفهم إن التصرف الصغير ممكن يفرق. قفل الصنبور وحس إنه عمل حاجة صح. وفي طريقه لقى ورق مرمي على الأرض، ما استناش حد ينظف، شاله بنفسه، علشان المكان النظيف بيبدأ من شخص مهتم. وبعدها شاف الفلاح وهو بيشتغل في الأرض، عرف إن كل لقمة بناكلها وراها تعب ومجهود، وإن الحفاظ على الموارد هو احترام لتعب الناس دي. واكتشف إن المجتمع زي السلسلة، كل واحد فيها حلقة مهمة. لو كل واحد عمل دوره صح، الحياة كلها تبقى أفضل. يوسف فهم إن حب الوطن مش كلام بنقوله، حب الوطن أفعال بنعملها كل يوم. نحافظ على المياه، نحافظ على النظافة، نحترم الشغل ونقدر النعمة.